اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الفل على حبايبي. هنعمل مع بعض صلصة الطماطم بأسهل طريقة هتعمليها في البيت، بتاعة أشهر المحلات. أنا جبت كده بصلاية متوسطة وقطعتها جوليان، وجبت 3 معالق زيت كده. هنقلبهم مع بعض كده ونحمرهم مع بعض لغاية ما توصل للون ده، ونروح رافعينها طبعا من الزيت ونركنها على جنب لغاية ما نعمل مع بعض بقية الخطوات. هنركنها كده على جنب ونجيب مكعب من التوم. طبعا احنا فرزنا مع بعض التوم قبل كده في فيديو قبل كده يعني. هنجيب التوم كده ونقلبه لغاية ما ياخد معانا لون شوية، ونجيب طماطم. ضربنا طماطم طبعا في الخلاط، وهنسيبها كده لما تتسبك مع بعضيها بالشكل ده. ونجيب البصل بتاعنا اللي احنا عملناه في الاول ونقطعه، نفرمه يعني. ده السر بقى بتاع الصلصة بتاعة المحلات، ده فرق الصلصة بتاعة البيت عن بتاعة المحلات. التركاية بتاعة البصلة دي هي دي اللي بتعمل فرق الطعم. نزلنا بيها كده وهنسيبها بقى لما تتسبك مع بعضيها، وهنحيقها بقى. طبعا الملح حسب الرغبة، ملح، فلفل اسود، كمون، كزبرة ناشفة، وطبعا رشة من السكر علشان المزازة بتاعة الطماطم. طبعا قلتلك الملح على حسب الرغبة. هتبقى بالشكل الحلو ده. وانتي عملتي لولادك، جبت لهم محل الكشري في البيت او محل اللي بيعمل المكرونة في البيت، وطلعت معانا بالشكل الجميل ده. بألف هنا وشفا يا رب. مع السلامة.